الانتماء والتعصب. من الطبيعي جدا ان احنا نتقبل خبر ان في حد مات في حرب، في حادثة سير، في حريق، في خناقة. ده وارد وبنشوفه وبنعيشه وبيمر علينا في حياتنا تقريبا بشكل شبه يومي. لكن ان نسمع ان حد مات عشان بيشجع فرقة كرة ده شيء جديد، ونقول هنا نتوقف قليلا. كرة القدم لعبة اتعملت عشان الناس تفرح، عشان المدرجات تتملي بالصوت، عشان طفل صغير يحلم انه في يوم من الايام يلبس تيشيرت ناديه وينزل الملعب. لكن السؤال اللي احنا محتاجين نقف عنده النهارده، امتى اللعبة دي اتحولت عند بعض الناس لمعركة؟ امتى التشجيع بقى تعصب؟ امتى الانتماء الجميل بقى سبب في خصومة او كراهية؟ البداية الحقيقية للحكاية من زمان، والمصريين بيحبوا الكورة. الانتماء للنادي كان جزء من الحياة اليومية. الأب بيشجع نادي، والابن يطلع بيشجع نفس النادي، والصحاب بيتخانقوا هزار يوم الماتش، وبعدها بيقعدوا ويرجعوا لبعض ويشربوا شاي ويتسامروا ويعيشوا مع بعض. كان في منافسة لكن كان في احترام. اللي اتغير حاليا مش اللعب، اللي اتغير هو طريقة تعاملنا مع اللعب. خلونا هنا نتوقف قليلا. ايه الفرق الحقيقي بين الانتماء والتعصب؟ الانتماء شعور جميل، انك تحب ناديك شيء جميل، انك تدافع عنه شيء جميل، انك تفرح بانجازاته شيء جميل، انك تحزن لما يخسر شيء جميل. لكن الانتماء الحقيقي عمره ما كان قائم على كراهية الآخر. أما التعصب فله شكل مختلف تماما. التعصب بيبدأ لما المشجع بيعتقد ان ناديه هو الحقيقة الوحيدة في الكون، وان اي حد بيشجع غيره لازم يكون ضده. ساعتها المنافس ما بيبقاش منافس، بيبقى عدو. التحول الكبير في السنين الأخيرة حاجة مهمة حصلت. الكرة خرجت من الملعب، بقت موجودة في كل مكان، في الموبايل، في السوشيال ميديا، في البرامج، في كل نقاش وفي كل حوار. مع الانتشار ده زادت حدة الكلام، بقينا نشوف شتيمة، اتهامات، سخرية، أحيانا كراهية صريحة. كل ده بسبب مباراة في كرة القدم. السؤال الحقيقي، هل فعلا يستاهل نادي كورة ان في صديقين يختلفوا لدرجة القطيعة فيما بينهم بسبب هذا النادي؟ هل يستاهل نادي في الكون ان اخ واخوه يتخانقوا بسببه؟ هل يستاهل اننا نشتم بعض او نكره بعض؟ لو وقفنا لحظة وفكرنا هنكتشف ان الاجابة بسيطة جدا، بالتأكيد لا. لكن ليه بيحصل كده؟ التعصب في الأصل هو طريقة تفكير. لما الإنسان بيتعود إنه يشوف العالم بنظام أنا صح الباقي كله غلط، وقتها أي اختلاف بيتحول لمعركة، حتى لو كان الاختلاف مجرد تشجيع نادي كورة. السوشيال ميديا لعبت دور كبير. المنافسة بقت مش بس في الملعب، لكن كمان في التعليقات والمنشورات. كل واحد عايز ينتصر لناديه بأي طريقة. وسط ده كله الرياضة نفسها للأسف بقت بتضيع. هنا نتوقف قليلا. كرة القدم في أجمل صورها هي منافسة، لكن المنافسة مش معناها كراهية. المنافسة معناها ان فريقين بيحاولوا يكسبوا، لكن في النهاية في احترام. النهاردة أنا أكسب، بكرة أنت تكسب، لكن في النهاية احنا بنتفرج على نفس اللعبة. الرسالة اللي عايزين نوصلها لحضراتكم، الانتماء للنادي حاجة جميلة، لكن الجمال ده بيختفي لما بيتحول هذا الانتماء لتعصب، لما بيتحول هذا الانتماء لإهانة، لما بيتحول هذا الانتماء لاستعلاء، لما بيتحول هذا الانتماء لكراهية. وقتها مؤكد الكرة بتفقد معناها. يمكن الاختلاف في التشجيع طبيعي، يمكن يكون جزء من متعة اللعبة نفسها، لكن اللي مش طبيعي إن الاختلاف يتحول لعداء. لأن في النهاية إحنا ممكن نشجع أندية مختلفة، في الآخر كلنا بشر وكلنا واحد، وكلنا مجتمع واحد وأسرة واحدة وشعب واحد. عشان كده هنا نتوقف قليلا. نشكركم، وإلى لقاء آخر في حلقات أخرى قادمة.